الشين ليلي والهاني عاطش ومن ندى الغيم رشين وليلي والهاني عاطش. وحاملات الشريم يتحولن بعد استراحة من أثقال الزروع إلى حاملات للماء من الماكينات الارتوازية أو مجرى السيول والغيول. الأطفال صقل جمال الطبيعة، فيهم أناقة متناهية، وأغنتهم موارد المياه الجارية عن ملاهي الحدائق. شرق وادي سحول بالناقي الشهير، وادي الجنات وجبل بعدان من جانبيهما الغربي يمثل مصدرهما الحياة. وحينما تحس أن السيارة التي تقلك في طريقها إلى أن تعوم في نهر جار تكون قد أحسست بوداع وادي السحول، ودخلت في خاصية مختلفة من أودية الخضراء حسود على ارتفاع 2000 متر عن مستوى سطح البحر، بين سهول وأودية وجبال نجمعها خضرار نباتي، ومن كل فاكهة وأبا. شن المطر يا سحابة فوق خضر الحقول. إذا كنتم ذاهبون إليها في رحلة جوية فهي هذه التي تبدو كحفنة من اللؤلؤ على بساط أخضر. شن المطر يا سحابة فوق خضر الحقول، قولي لمارب متى يتجمل بها اليمن السعيد منذ القدم. وأقرب المطارات إليها مطار الحال متعز، وإذا كنتم في الطريق إليها برا هذه هي. شن المطر يا سحابة فوق ودياننا. والشلالات التي تسمع هديرها من البعيد هي خاصية وادي الجنات، هي حين تؤثير الحضور على ارتفاع 2000 متر عن مستوى سطح البحر، بين سهول وأودية وجبال نجمعها خضرار نباتي، ومن كل فاكهة وأبا. المطر يا سحابة فوق خضر الحقول. إذا كنتم ذاهبون إليها في رحلة جوية فهي هذه التي تبدو كحفنة من اللؤلؤ على بساط أخضر. شن المطر يا سحابة فوق خضر الحقول، قولي لمارب متى يتجمل بها اليمن السعيد منذ القدم. وأقرب المطارات إليها مطار الحال متعز، وإذا كنتم في الطريق إليها برا هذه هي. شن المطر يا سحابة فوق ودياننا. يا الله يغريك البدء من هنا عبر المدرج الحجري وبين الصخور. ارفع رأسك أمام روعة ومهابة مسقط شلالين الذين قالوا لا سيل ولا شلال إلا من جبل صدقوا، والذين قالوا إن الأودية لا تسقط مع بعضها لتلتقي في شلالين ماؤهما عذب زلال لم يزوروا شلال وادي الجنات وشلال وادي قضان. كلا الشلالين ينحدران من مديرية بعدان، وجبل بعدان الواقع شرق مركز محافظة إب هو قائد مسيرة الإخضرار الذي يكسو اللواء الأخضر. من اللواء الأخضر بلا سويعنا، من اللواء الأخضر بلا سويعنا. هذا الشلال الذي يطلق عليه بشلال عسيب الفرس كما هي هيئته، انحداره يتدفق من أعالي وادي ريمان الذي يعلوه حصن حب، فيما ينحدر شلال وادي الجنات من عزلة الحيت.
يحلم المرء أن يضع ظهره في مصب الشلال عله يخلص من آلام كاهله والانزلاقات الغضروفية. وكم هي الآلام التي نحملها في ظهورنا. هذا هو شلال وادي الجنات، انحدار شديد على ارتفاع أمتار يواصل سقوطه، والصمود تحت مسقطه لثواني صعب المنال. مع ذلك يغامر زواره ويتنافسون في تحقيق رقم قياسي. في فصل الصيف والخريف لا يقبل شلال وادي الجنات الكتل البشرية أو غيرها في مصبه. كذلك شلال عسيب الفرس الذي يجاوره ويزاحمه في المجرى. يقال إن السياج الجيد ضمان للجورة الجيدة، وكان هذا اللسان الصخري المتدفق من جبل بعدان بخضرة تتنزه في حضرة وفرة من السياح سياج الجورة بين شلال وادي الجنات وشلال وادي قضام. في محطة لقائهما تدنو عين الكاميرا بأقصى درجة من التقريب، وذلك لإيضاح من يستقبل الآخر، وكلاهما يستقبلان زخات المطر. وصوت الشلال يحدث عن نفسه، يغني في محفل الترحيب بالزوار. هنالك العديد من الشلالات التي تربط جبال إب الخضراء بفسيح الأودية، وجميعها تقدم حلم العيش بطرف الارتواء الكامل من الحياة، وتحث على تصميم حديقة مائية تعلو كمنارات مدينة إب التاريخية وعلى بحر من الخضرة.